هي شنية بكيفك تسولف وانا شنو هنا اسكت داخلك توقف وياهم. ها غير انا صديقك. بطه حتى صلغك طابوق اشق راسك. شلون انا جيت اطلب ايد امك على سنه الله ورسوله، خو ما بيها شيء. اي كان قابل كفر ما بيها شيء، جاي يريد وين صار شنو قصه؟ تكملة الحلقة المتوقعة. بينما ينتهي المشهد على الرجل الغامض وهو يحمل المفتاح الثاني، ينتقل المشهد مباشرة إلى مهدي وأبو درنفيس وهما يغادران المكان الذي قتل فيه الرجل المجهول. الطريق كله يكون صامتا. أبو درنفيس يحاول أكثر من مرة أن يسأل مهدي عما يفكر فيه، لكن مهدي لا يجيب. كان عقله منشغلا بشيء واحد فقط: المفتاح. كل ما حدث خلال الأشهر الماضية بدأ يبدو مختلفا. الأشقر مات، فلولة مات، لكن رغم ذلك المشاكل لم تنتهي، بل أصبحت أكبر، وهذا يعني أن الرجل الذي تحدث عنه المجهول ربما ما زال موجودا. وحين يصل مهدي إلى البيت يقرر للمرة الأولى أن يخفي المفتاح حتى عن أقرب الناس إليه. يدخل إلى غرفة اليتيم، يجلس أمام القبر ويخرج المفتاح من جيبه. يبقى يتأمله طويلا ثم يقول بصوت منخفض: إذا هذا الشيء يخصك يا يتيم أقسم بالله أصل للحقيقة. في صباح اليوم التالي تنتشر إشاعة غريبة في المنطقة. الناس بدأت تتحدث عن وجود كنز قديم أو مخبأ سري مرتبط بعصابة الأشقر. البعض يقول إن الأشقر كان يخفي الأموال، والبعض الآخر يقول إن هناك مستندات خطيرة. لكن الغريب أن مصدر الإشاعة غير معروف. وفي مكان آخر يبدو أبو سودة بالشعور بالضغط، فمنذ أن أصبح زعيما لم يحصل على الاحترام الذي كان يتوقعه. حتى رجال الأشقر السابقون بدأوا يتذمرون. وأثناء اجتماع صغير يقف أحد الرجال فجأة ويقول: الأشقر كان يعرف يسيطر علينا، أما أنت بعدك تتعلم. الجميع يصمت، وأبو سودان يغلي من الداخل، لكنه يعرف أن الرجل يقول الحقيقة. ومنذ تلك اللحظة يبدو أبو سودة بالتفكير بخطوة مجنونة. يقرر أن يثبت نفسه بأي ثمن، حتى لو اضطر لمواجهة مهدي مباشرة. في المقابل تستمر أم مهدي بالتفكير برسالة أبو رحاب، ورغم كل ما حدث تشعر أن الرجل صادق معها، لكنها تعرف أيضا أن موافقة مهدي مستحيلة في الوقت الحالي. وخلال حديث بينها وبين إحدى الجارات تسمع كلاما يقلقها. الجارة تخبرها أن مهدي أصبح هدفا للكثير من الناس، وأن استمراره بهذا الطريق قد يؤدي إلى نهايته. فتبدأ أم مهدي بالخوف الحقيقي، لأنها تشعر أن ابنها يبتعد عنها يوما بعد يوم. وفي المساء يزور أبو درنفيس مهدي مجددا، وأثناء حديثهما يلاحظ شيئا غريبا. هناك شخص يراقب البيت من بعيد. في البداية يعتقد أنه مجرد عابر طريق، لكن الشخص يبقى واقفا ثم يختفي بسرعة. هنا يقرر مهدي وأبو درنفيس اللحاق به، وتبدأ مطاردة قصيرة داخل الأزقة، لكن الرجل ينجح بالهروب، إلا أنه يسقط ورقة أثناء فراره. يأخذها مهدي يفتحها، فتظهر خريطة قديمة مرسوم عليها جزء من المنطقة، وفي أحد الزوايا توجد علامة حمراء وعليها الرقم نفسه الموجود على المفتاح 17. يتبادل مهدي وأبو درنفيس النظرات، لأول مرة يحصلان على دليل حقيقي. في اليوم التالي يقرران الذهاب إلى المكان المحدد بالخريطة. المكان يبدو مهجورا منذ سنوات، مجرد مخزن قديم على أطراف المنطقة، لكن كلما اقترب منه يشعران أن هناك شيئا غير طبيعي. الباب الرئيسي مغلق والنوافذ مغطاة بالألواح الخشبية. يحاول أبو درنفيس إقناع مهدي بالانتظار، لكن مهدي يرفض. يخرج المفتاح ويتجر نحو باب صغير في الجهة الخلفية، وبمجرد إدخال المفتاح يسمعان صوت فتح القفل. يتجمد الاثنان للحظة لأن المفتاح يعمل فعلا. يدخلان بحذر، وفي الداخل يكتشفان غرفة سرية تحت الأرض. الغرفة مليئة بالصناديق القديمة والوثائق والصور، لكن أكثر شيء يصدم مهدي هو صورة كبيرة جدا معلقة على الحائط. صورة تجمع اليتيم مع شخص مجهول، صورة لم يرها من قبل أبدا. فيبدأ قلبه بالخفقان بسرعة، لأن اليتيم كان يبتسم في الصورة وكأنه يعرف هذا الشخص جيدا. وقبل أن يتمكن من فهم أي شيء يسمعان صوت خطوات قادمة من الأعلى. شخص ما دخل المخزن. ينظر مهدي إلى أبو درنفيس ويفهمان فورا أن وجودهما قد انكشف، فتبدأ لحظات توتر شديدة. يختبئان بين الصناديق بينما تقترب خطوات أكثر فأكثر، ثم يظهر صوت رجل يقول: فتشوا المكان، لازم المفتاح يكون هنا. يصاب مهدي بالصدمة. هؤلاء الرجال يبحثون عن المفتاح نفسه، مما يعني أن قيمته أكبر بكثير مما تخيل. وبينما يحاولان الهروب بهدوء يسقط أحد الصناديق بالخطأ. الصوت يملأ المكان، وفجأة يصرخ أحد الرجال: هناك، أمسكوهم! وتنتهي الحلقة على مشهد مطاردة عنيفة داخل المخزن المظلم، بينما يحمل مهدي المفتاح بيده ويشعر للمرة الأولى أنه اقترب خطوة حقيقية بالسر الذي مات اليتيم بسببه.